السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده وصفة النهارده هنعمل سمك بلطي. هنعمله بطريقة كويسة وسهلة جدا، وبإذن الله يكون مقرمش ويكون كويس. اول حاجة معانا السمك. السمك البلطي بتاعي. انا جايباه مقطعاه. شايفين ازاي؟ انا بقطعه نصين بيدي قرمشة احسن. ومعايا التوابل بتاعتي. معايا كمون، معلقة من الكمون ومعلقة من الفلفل الأسود ومعلقة من الكزبرة الناشفة ومعلقة توابل سمك ومعلقة ملح. ومعايا بقدونس أو خضرة. شوفوا انتوا حابين تحطوا ايه، بس أنا بحب البقدونس. ومعايا توم. معايا حوالي 15 فصوص توم، 15 فص توم. ومعايا ليمونة ومعايا قرن فلفل. احنا ممكن نضيف تاني هريسة شطة، اللي هي هريسة الشطة الفلفل الحار الأحمر. بس انا مش هضيفها علشان بس ما تبقاش حار معايا قوي، ما تبقاش سبايسي قوي. فهكتفي بقرن واحد شطة بس. اول حاجة هضيف التوم، الخضرة، التوابل، الليمون، الفلفل، الخل. بس هفرمهم مع بعض وهوريكم النتيجة. كده التتبيلة جاهزة معايا. هتبل السمك بتاعي بالشكل ده. خلي التتبيلة تدخل جوه السمك. كده السمك بتاعنا اتبل وبقى جاهز. تتبيلة حلوة جدا وريحتها حلوة قوي. هنسيبه في التتبيلة من ساعة ل3 ساعات، ده اقل حاجة يعني. لو اكتر من كده السمك كل ما تسيبوه اكتر هيكون طعمه احلى. بس هو يعني ماكسيموم، يعني ممكن نسيبه من ساعة ل3 ساعات. وبعد كده نرجع ونشوف هنعمل فيه ايه. في طبق فاضي عندي، ومعايا كوباية الا ربع من النشا، وكوباية من دقيق الذرة. هقلب الدقيق والنشا كويس. اتبل السمك بتاعي. كده السمك بتاعنا جاهز للقلي. طاسة فيها زيت، هنزل بالسمك. كده نكون خلصنا السمك. يا رب اكون فدتكم، ولو عجبكم الفيديو ادعموني باشتراك ولايك، وفعلوا القناة. شكرا.